عمرك حسيت انك ضد جسمك؟ انك بتشد وهو بيقاومك، بتقلل اكل وهو بيخزن اكتر، احساس انك محبوس جوه جسمك محدش بيتكلم عنه. بس النهارده هنفك لك الطلسم ده. انت في حرب دايره بينك وبين جسمك متنتهيش ابدا. جسمك طول الوقت في حرب بين الحرق والتخزين، بين الطاقه والخطر، بين انك تعيش وبين انك تكون في وضع انقاذ. الحرب دي لها 3 سيناريوهات. الاول، هل جسمك حاسس بالامان؟ التاني، هل عندك طاقة كافية؟ التالت، هل في ضغط عصبي، في ضغط على الجهاز العصبي؟ لو الإجابة لأ في أي واحدة منهم، الجسم يشد فرامل الحرق فورا ويقفل الوضع ويستخدم وضع توفير الطاقة. إيه وضع توفير الطاقة أو وضع الإنقاذ ده؟ ده الوضع اللي الجسم فيه بيقول أنا مش هحرق دهون زيادة علشان أنا معرفش إيه اللي هيحصل بعد كده. فدلوقتي الجسم لما بيحس بخطر بيوقف على طول الحرق وبيبدأ يخزن في الدهون، علشان هو بيعتقد إن الخطر ده مستمر لفترة كبيرة، فبيحاول إنه يخزن كمية كافية من الدهون تكفي للفترة الطويلة دي. وقبل أي حاجة تعالى نفهم إزاي الحرق بيحصل فعلا في الجسم. أنا عندي جوه كل خلية حاجة اسمها الميتوكوندريا، دي مصدر الطاقة الأساسي، دي اللي بتاخد الدهون وتحولها عند النار وتحرقها. طيب، هي دلوقتي مثلا الميتوكوندريا عشان تاخد الدهون ديت لازم تمر ب3 خطوات الاول الدهون قبل ما توصل لها. اول خطوه معانا مرحله الاذن او خطوه الاذن، لازم تاخد الاذن الاول يطلع الادرينالين والنور ادرينالين اللي بيفرزه من الجهاز العصبي السمبثاوي ويروح يقول للخلايا افتحي باب المخزون، احنا محتاجين طاقه. هنا بياخدوا الاذن. طيب تيجي الخطوه الثانيه، خطوه الفك. يجي انزيم اسمه ال HSL، تمام كده. الانزيم ده بيدخل على الخليه الدهنيه ويكسرها ويحولها لاحماض دهنيه موجوده جوه الدم، متحرره جوه الدم. حلو كده. طيب يجي بعد كده ثالث خطوه اللي هي حرق الدهون نفسه، وده ان الاحماض الدهنيه دي تخش للميتوكوندريا جوه الخليه وتبدا الميتوكوندريا تكسرها وتدينا الطاقه اللي هي الاي تي بي. ده الحرق الحقيقي، مش العرق ولا التمارين ولا الاعشاب. الحرق بيبدا في الخليه مش في الجيم. طيب ازاي ممكن انت توقف الحرق ده من غير ما تحس؟ لما تنام قليل الجسم يفهم انك في خطر، يقفل الجهاز السمبثاوي عندك فيخفض الادرينالين وبالتالي حرق الدهون عندك يبقى صفر تقريبا. لما تعمل دايت قاسي انت عندك هرمون الشبع بينخفض خالص وهرمون الجوع بيولع بيرتفع للاخر، والميتوكوندريا عندك بتخاف وتفكر ان انت في خطر وتبدا ان هي تشغل وضع الاستهلاك او تخفيض الاستهلاك، وتبدا ان هي تقول احنا هنخزن مش هنحرق. ليه؟ عشان مش عارفه ايه اللي هيتعرض له الجسم بكره. فانت بتخليها تحس بالخطر المستقبلي، فبالتالي بتبدا تعمل اعتبار ان انا عندي كميه من الدهون معينه مش ينفع استهلكها مره واحده، لازم استهلكها بوضع توفير الطاقه. لما تبقى مضغوط نفسيا الكورتيزول عندك بيعلى، بيحجز الدهون وبيقلل الحرق ويخليك تاكل اكتر. الجسم بيخاف وبيحس بجوع مزمن ويبطل يحرق طاقته ويبدا يلمع اي لقمه على شكل دهون وبسرعه. كل ده وانت فاكر انك بتخس، والحقيقه انت بتخوف جسمك مش بتطمنه. الجسم عمره ما هيخس طول ما هو مش حاسس بالامان. طيب ازاي اشغل الحرق تاني؟ الحل مش انك تقطع كربوهيدرات ولا انك تاكل بعد الساعه 6 ولا قبل الساعه 6 ولا انك تمشي كتير وتتمرن في الجيم. دي كلها ادوات هي مهمه وبتزود معدل الحرق عندي وكل ده، لكن الاهم من كده والحل الحقيقي انك تطمن الجسم وتفهمه انه مش في خطر وفيبدا يسيب الطاقه تتحرق. طيب وده هيحصل معاك ب5 خطوات ذهبيه. اول حاجه، لما تيجي تعمل عندك عجز حراري معتدل، مش تجوع، لا تقلل بس السعرات بتاعتك من 20 ل 25%. تمارين مقاومه 3 مرات في الاسبوع. دي تاني حاجه. تالت حاجه، انك تبدا تزود من معدل الحركه بتاعتك اليوميه. مش شرط يكون تمارين ومش شرط يكون مشي ومش شرط يكون رياضه، على الاقل انك تتحرك في اليوم، تروح وتيجي تقف وتقعد، تزود من معدل الحركه بتاعتك يوميا. دي بتولع الحرق اكتر من الجيم نفسه. نوم من 7 ل 9 ساعات، ده الزر اللي بيشغل السمبثاوي الطبيعي علشان عندي الادرينالين عندي يتفرز والنور ادرينالين يتفرز. هيحصل ايه لما انا اشغل السمبثاوي بشكل طبيعي وانام من 7 ل 9 ساعات؟ عندي حراره الجسم هترتفع، الحرق هيعلى، النشاط هيرتفع، والجوع هيقل. طيب هتحس ان انت متزن في الاكل بتاعك ومش عندك شراهه للسكريات، مش عندك شراهه للمخبوزات. طيب، بروتين كافي علشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك والمستقبلات اللي بتحرق الدهون، لان احنا عارفين ان الكتله العضليه كل ما بتزيد
كل ما بيزود معدل حرق الدهون في الجسم. في النهاية جسمك مش بيخونك، جسمك بيحميك، ولو فهمت طريقته مش هتسأل أخس إزاي، هتسأل أخلي جسمي يثق فيا تاني إزاي.